عملت غدا حلو قوي لولادي النهارده. عملت الشاورما على الطريقه المصريه بقى، الشاورما المحلات بطريقه حلوه قوي، تتبيله روعه. وكمان عملت سلطه طحينه حلوه قوي وجميله واقتصاديه، مش بنستخدم زبادي فيها ولا اي حاجه خالص. طريقتها سهله، ما تيجي مع بعض نشوف عملنا العظمه دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني خالص. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. والنهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل غدا حلو قوي. هنعمل الشاورما المصري بقى بطريقه سهله وبسيطه وخفيفه. تتبيلتنا حلوه قوي. وطبعا الشاورما المصري بتختلف عن الشاورما السوري، عشان الشاورما السوري بنضيف زبادي، اما المصري لا، بنتبلها بتتبيله حلوه قوي وخفيفه. وان شاء الله باذن الله ربنا يجعل بيوت أمة محمد أجمعين عمرنا بالخير يا حبيب قلبي. معايا بقى كده كيلو من اللحمة، ومعايا اللحمة بتاعتي بقى من وش الفخدة حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده. قلت للجزار ان انا هعملها شاورما، دي افضل حتة يعني بيتعمل منها الشاورما وكده، وش الفخدة. هناخدها بقى كده وهنقطعها كده. اهم حاجة بقى ان انا عايزة اقطع تقطيعة خفيفة خالص، يعني انا هاخد دي كمان 2 كده. وافضل حاجه كمان ان انت تحطيها في الفريزر بس شويه صغيرين كده، لحد ايه ما تيجي تقطعيها، عشان خاطر تبقى سهله معاكي في التقطيع. والقطعه دي بتبقى ناعمه وجميله خالص، مش بتاخد اي وقت في السوا. شايفين يا حبيب قلبي انا بقطعها خفيفه خالص كده، تقطيعها خفيفه وجميله وبسيطه ان شاء الله باذن الله. والتتبيله بتاعتنا ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. طريقه سهله وغدا خفيف، طبعا ربنا يقوينا بقى عشان المدارس والصحيان بدري وكل دوت. فبنفكر بقى في غدا خفيف وحاجه تكون بسيطه. بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، بس زيزو كان تعبان شويه وبجد ما كنتش عارفه اعمل اي حاجه خالص منه، كان واخد دور كده. ربنا يا رب يعفي عنه وعن اولادنا كلهم يا حبيب قلبي. طريقه حلوه كده زي ما انتم شايفين، كله بالشكل ده يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده. شايفين خفيفه ازاي؟ طبعا انا غسلت اللحمه بتاعتي قبل ما اقطعها، عشان طبعا مش هغسلها تاني. هقطع كله بالشكل دوت. طبعا لو لقيت حته عريضه هاخد بقى ايه كده، عشان انا عايزاها مكعبات معايا كده كده يا حبيب قلبي. هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. قطعت بقى كميه اللحمه حبيب قلبي، وانا طبعا قطعتها خفيف خالص، شرايح خفيفه خالص كده. اتخلصت من اي زيادات، وطبعا حطيتها في الفريزر قد ساعه، فكانت سهله معايا في التقطيع خالص. ومعانا بقى التتبيله بتاعتنا المميزه يا حبيب قلبي. معايا كده نص مج ميه بصل، ومعايا ليمونتين كبار معصورين، ومعايا ربع مج زيت زيتون. وزيت الزيتون ضروري خالص في التتبيله بتاعتنا الحلوه دي. عاملين تتبيله وخفيفه، تتبيله خفيفه ولذيذه وجميله خالص وهتعجبكم. المصرين انتوا واخدين عليا. معانا بقى كده حبيب قلبي معالق صغيره ومعالق كبيره. المعالق الكبيره معلقه ملح ومعلقه سكر، والسكر ضروري خلاص في التتبيله معانا، بيدي يعني طراوه كده للحمه وطعم حلو وبيساعد على السوا كمان. ومعانا بقى المعالق الصغيره معلقه فلفل، معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، معلقه بابريكا، معلقه زعتر، ونص معلقه اللي هي الكوبا الصيني اللي هو البهار الحلو، وربع معلقه اللي هي جوز الطيب. وجوز الطيب اختياري، يعني لو مش حابينها عادي خالص ممكن نشيلها عادي من الوصفه بتاعتنا. واول حاجه بقى كده هننزل بقى كده معايا صينيه كده عشان اقلب التتبيله حلو. هننزل كده بميه البصل، ومعانا بقى كده الليمون، ومعانا كده زيت الزيتون، ومعانا كمان بقى البهارات بتاعتنا الحلوه خالص دي. نشيل البذريه دي كده، نقلب بقى كده البهارات بتاعتنا. يا سلام يا سلام عليها، البهارات بتاعتنا حلوه قوي وجميله خالص. والبهار الحلو ده بيبقى حلو قوي في تتبيلات يعني المشاوي او الشاورما، بيبقى حلو خالص. نقلب بقى كده البهار بتاعنا، ندوب بقى الملح وكل البهارات كده تندمج كده مع ميه البصل، وزيت الزيتون بيبقى حلو خالص. وهننزل كده باللحمه. طبعا انا غسلتها قبل التقطيع، فعشان ايه ما احطش ميه دلوقتي، ناشفه خالص ما فيهاش اي ميه. ننزلها بقى كلها كده. نقلب بقى كده بقى اللحمه في التتبيله. واقل حاجه يا حبيب قلبي نسيبها 4 ساعات، يعني ممكن لو مستعجلين عادي ممكن تبقى ساعتين، بس 4 ساعات بتبقى حلوه قوي. ويا سلام يا سلام لو باتت بقى، يعني تبلنا التتبيله دي بالليل كده وسيبناها لتاني يوم بتبقى افضل كتير. بس انا هعملها غدا النهارده، فانا هسيبها زي 3 ساعات كده او 4 ساعات. هنعمل سلطه طحينه حلوه قوي مع بعض، وهناكلها كده بكيزر، اكل خفيف وسهله وبسيطه. علشان خاطر ايه حبايب قلبي بقى والمدارس، وربنا يقويك يا رب يا حبيب قلبي.
بالشكل دوت. هنغطيها بقى بالاسترتش وندخلها بقى كده التلاجة. انا كده كل اللحمه اخدت من التتبيله، هغطيها بقى بالاسترتش وادخلها كده ونروح نعمل مع بعض سلطه الطحينه ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبيب قلبي هنعمل طحينه. انا عملت الطحينه معاكم بكذا طريقه، النهارده هنعمل طريقه مختلفه ودي الطريقه حلوه قوي وبتبقى بسيطه. طبعا الطحينه اللي بتبقى بالميه بتبقى خفيفه وجميله. ومعايا كده مج طحينه حبيب قلبي، ومعايا معلقه زيت زيتون، معلقه خل، وثلاث فصوص ثوم، معلقه ملح، ومعايا معلقه كمون صغيره، ومعلقه فلفل، معلقه شطه صغيره. شطه مش فلفل، مفيش فلفل خلاص في السلطه دي. يعني هنقول ايه بقى، معلقه ملح ومعلقه صغيره كمون ومعلقه صغيره شطه. ومعانا بقى كده كوبايه ميه كبيره، وهننزل بقى كده بالطحينه. معايا كوبايه طحينه، ننزل بقى كده بالطحينه يا حبيب قلبي. وبتبقى حلوه قوي جنب المشاوي، وبتبقى خفيفه واقتصاديه كمان وحلوه يعني. هننزل بقى كده بشويه ميه، والميه بتاعتي مش سخنه ولا اي حاجه خالص، ميه من الحنفيه عادي خالص، الميه بتاعتنا العاديه. هنفضل نقلب بقى. انا حطيت يعني ربع الكوبايه بس. طبعا هفضل اقلب بقى كده لما تفتح معايا لون الطحينه يفتح، وكل ما احس ان هي تقلت كده هزود ميه تاني، هزود شويه ميه كمان. ونقلب بقى كده يا حبيب قلبي لما تفتح معانا خالص وتبقى خفيفه، ويعني القوام بتاعها يبقى خفيف. وطبعا انتوا شايفين مع التقليب بدات لونها يفتح، شايفين كده، وبتتقل. كل ما تفتح كل ما تتقل معانا بالشكل دوت. شفتوا تقلت ازاي؟ وكمان اللون بتاعها بقى كريمي وحلو خالص. يعني مش بالضروري ان احنا نحط ميه سخنه، في ناس بتحب تحط ميه سخنه عشان خاطر تقول يعني ان الطحينه تفك معاها على طول. الطحينه فكت معانا وجميله خالص ازاي. هنزود بقى كده شويه كمان عشان عايزاها خفيفه مش عايزاها تقيله. وبرده هجيب كده تاني. قلبت بقى يا حبيب قلبي، شايفين القوام؟ انا شايفه القوام لسه تقيل. هاخد بقى بقيه الميه علشان خاطر انا عايزه القوام يبقى انا اخدت كوبايه الميه كلها مع ايه كوبايه الطحينه. هقلب بقى تاني لحد ما اوصل لقوام حلو. زي ما انتم شايفين يا حبيب قلبي ده القوام الحلو. شايفين قوام كريمي وحلو ومفيش اي تكتلات ولا احتاجنا الميه سخنه ولا اي حاجه، ميه من الحنفيه عادي. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي. هنزل بقى بمعلقه زيت الزيتون، وزيت الزيتون بطل معانا النهارده، يعني استخدمناه في الشاورما وكمان. ويا ريت يفضل يكون زيت زيتون بكر، بيبقى حلو قوي بالشكل دوت. وهنزل كده بمعلقه الخل. انا بقى كده الثوم يا حبيب قلبي انا ايه اخدته كده، يعني هنقول 3 فصوص بالظبط بالشكل دوت. هنقلب بقى كده، وهننزل بقى كده بالبهارات بتاعتنا، والشطه اختياري بقى كده يا حبيب قلبي. وطبعا الشطه اختياري، بس يعني هي مش هتبقى حراقه قوي، يعني احنا حاطين بسيط يعني كميه بسيطه وكده تمام خالص، مش محتاجه اي حاجه. انا بقى في تتبيله اللحمه الحاجه الوحيده اللي انا ما حطيتهاش معاكم هو ربع معلقه قرفه. في ناس كتير مش بتحب القرفه في الاكل وكده، بس بتبقى حلوه قوي مع الشاورما بتاعتنا. فانا حطيت ربع معلقه بس قبل ما ايه ادخلها التلاجة. يا سلام يا سلام على الريحه، الريحه حلوه قوي. اجمل سلطه الطحينه، شايفين الجمال والقوام بتاعها حلو قوي. هنغطيها وندخلها برده التلاجة على جنب كده، ونروح بقى نقطع الخضار اللي هنستخدمه في الشاورما، لان الشاورما بتاعتنا هنستخدم لها خضار، والخضار بتاعنا بيبقى مميز خالص. معانا بقى كده الخضار يا حبيب قلبي، الخضار المميز اللي هيبقى معانا وهو البصل والقوطه والفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر بقى بالكميه اللي انت حباها، وعلى حسب كمان الكميه اللحمه اللي انت عاملاها. انا معايا كده 5 حبات بصل، ويكون وسط يعني بالشكل دوت. ومعايا زي 6 حبات كده قوطه، بس هي صغننه كده. طبعا انا شلت القلب، وهوريكم ازاي نشيل القلب من غير يعني وجع قلب ولا حاجه، بطريقه بسيطه خالص. وكمان نضفت الفلفل بقى، ومعايا قرن واحد بس حراق. عايزه تضيفي بقى فلفل الوان يا حبيبه قلبي اللي انت حباه عادي خالص. هناخد القطايه ونيجي من النص من هنا كده، ونيجوا ايه فاتحينها كده نصين، وهنيجي من هنا كده اهي بالشكل دوت. ونقطع كمان كده. معايا بقى الطبق، لان انا مش عايزه القلب خالص، انا عايزه بس الايه الجلد يعني اللحم اللي بيبقى بره ده بس، مش اكتر من كده. ومعانا بقى البصل وكميه البصل برضو على حسب ما انتي بتحبي البصل. يعني هي الشاورما بقى دي بتبقى محتاجه بصل، بتبقى طعمها حلو قوي كده. طريقه سهله خالص كده يا حبيب قلبي. اتمنى بقى تدعموني باللايكات والاشتراكات. ويا ريت يا حبيب قلبي يعني اللي جرب وصفه من وصفاتي يكتب لي ويقول لي
بتسعدوا قلبي قوي بكلامكم وبتعليقاتكم الحلوه، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب، وان شاء الله دايما كده نكون مع بعض. وهنيجي بقى كده وهنقطع بقى القوطه بتاعتنا بالشكل دوت، تقطيعها خفيفه خالص، انا عايزاها بالشكل دوت كده كده يا حبيب قلبي. وانا بقى عندي قطاعه، يا ريت كلنا نعمل كده للحمه قطاعات وللخضار وللفاكهه قطاعه تانية خالص، طبعا عشان البكتيريا، مع ان احنا بنغسل حاجتنا كويس حلو خالص، بس يا ريت نخلي كل حاجه ليها قطاعه معينه. هنقطع بقى القوطه بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده، وطبعا مش هيبقى فيها ميه خالص، اتخلصنا من الميه وتخلصنا كمان من القلب، كل اللي معانا هو اللحمه بس كده يا حبيب قلبي. اخلص بقى القوطه كلها وارجع لكم. قطعنا بقى القوطه يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده، تقطيعه خفيفه خالص. هناخد بقى كمان البصل بالشكل دوت، وعايزاه برضو تقطيعه ايه خفيفه كده جولياني كده بالشكل دوت، خفيفه خالص التقطيعه بتاعتنا على قد ما نقدر نخففها عشان تبقى ايه، يعني احنا مش هنخليه ياخد وقت في النار وكده، فعايزينه يستوي على طول زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى الكميه وارجع. الخضار بقى اللي انا هستخدمه يا حبيب قلبي البصل والقوطه، طبعا قلنا القوطه ما يكونش فيها القلب، وقطعت كمان الفلفل والقرن الحراق، وخرجت بقى الشاورما بتاعتنا. يا سلام يا سلام على الريحه من بره كمان كده. شايفين بقى انا قعدتها بالظبط 3 ساعات ونص كده في التتبيله، شايفين شكلها ولونها كمان اتغير، ومعانا بقى كده قطعتين من الليه، ودي مهمه خالص. هنروح كده بقى على البوتاجاز على الصينيه بقى كده يا حبيب قلبي، وهنزل بقى بالقطعه بتاعت الليه بالشكل دوت. انا عايزه اخد الدهون اللي فيها، طبعا ايه بتفرق خالص في الطعم، يعني انا عملتها معاكم قبل كده بس ايه ما عملتش معاكم اللي هي دي بتبقى حلوه قوي وطعمها بيبقى مختلف. هنفضل بقى نقلب كده لغايه ما ايه اول ما تسيح كده هنخرجها عادي، حتى لو ايه بعد الشاورما بتاعتنا استوت عادي. هنسيحها بقى كده في الاول وبعد كده ننزل بالشاورما، والشاورما تتبيلتها حلوه قوي، اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها. وكمان الخضار بتاعنا مميز، هنعمل شاورما تجيب ايه الشارع اللي جنبنا. طبعا ساعات بنبقى ماشيين كده من عند محلات الشاورما بنشم ريحه حلوه كده وطعم حلو قوي، احنا عاملين حاجه افضل واحسن كتير من المحلات كمان. نزلت بقى الدهون زي ما انتم شايفين كده، واهم حاجه بقى ان الصينيه بتاعتي سخنت قوي، لازم ننزل الشاورما بتاعتنا على طاسه او صينيه تكون سخنه قوي. كفايه يا حبايب قلبي بالشكل دوت. ثانيين ده اول ما نسمع الصوت دوت يبقى كده تمام، احنا ماشيين صح. هنسيب بقى الايه بتاعتنا في قلب الطاسه كده، وبعد كده نخرجها في النهايه ناخد الطعم الحلو بتاعها. ننزل بقى كميه الشاورما كلها كده، هنوزعها بالشكل ده في الطاسه. مش هقلب خالص دلوقتي عشان انا مش عايزاها تنزل اي سوائل خالص، عايزاها تاخد صدمه من غير ما تنزل اي سوائل بالشكل ده يا حبايب قلبي. هنسيبها كده مع نفسها، وبعد كده ايه نديها تقليبه اول ما تاخد لون وتحس ان هي كرملت من تحت كده. لما بدات تشرب ميتها بالشكل ده يا حبايب قلبي هبدا اقلب طبعا ايه السوائل اللي هي خرجتها، طبعا عشان عملنا لها صدمه حلوه قوي على اللي احنا نزلناها دي، ما نزلتش بقى سوائل كتير عشان الصدمه الحلوه اللي اخدتها، ما نزلتش غير حاجات بسيطه خالص. نبدا بقى نقلبها في الوقت ده، تحس ان هي اخدت لون كده، نبدا بقى نقلبها. وفي الوقت ده انا هنزل بالبصل، ادي تقليبه بقى حلوه كده للبصل الاول. هسيب البصل يقضي يعني زي 5 دقايق كده عشان ما يبقاش يبقى بيقرش كده، لا هنخليه يبقى مستوي حلو طبعا، عشان كمان معانا ولاد صغننه كده. طريقه سهله وبسيطه وبجد الريحه حلوه قوي. اتمنى تجربوا الشاورما دي بالطريقه دي كمان. شايفين الجمال، حتى الصوص اللي خرج منها حلو قوي. ما حطيتش انا اي حاجه خالص، انا لسه ما دقتش يعني شويه كده بعد البصل بس ما يتكرمل معايا كده هدوق قبل ما احط القوطه والفلفل. وكمان معايا كده ربطه بقدونس، اخدت الورق بس اللي هو فيها بس، قطعت حتت صغننه علشان خاطر بتفرق خالص معانا البقدونس في الشاورما دي. طريقه سهله وبسيطه حبيب قلبي، يا رب تكون بتاعتكم.
نقلب بقى البصل. انا اول ما قلبت البصل تقلبتين 3 بالشكل دوت يعني ظبط معايا واستوى زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى بالقوطه، وبجد بجد تستاهل، يعني انا استاهل 100 لايك. طريقه سهله وبسيطه وجميله والتتبيله روعه. ننزل بقى بالقوطه بتاعتنا، وكمان ننزل بالفلفل. وانا حبيت يعني ايه ازود الخضار كده عشان يدينا قيمه غذائيه ويبقى حلو كمان لاولادنا. وما خرجتش اللي هي عامله شغل جامد بجد، ريحه وطعم فظيع. هم واقفين ورايا اساسا كلهم بيقولوا خلصي يا ماما من الريحه، مش قادرين. وانا دقت الملح مظبوط خالص، يعني ما نحطش اي حاجه تاني غير اللي انا قلت عليه. وان شاء الله باذن الله يا حبيب قلبي انا هكتب لكم في صندوق الوصف يعني المقادير كلها بالظبط زي ما بكتب كده، وهتظبط معاكم ان شاء الله باذن الله من اول مره. طريقه سهله وبسيطه واتمنى تجربوها. هسيبهم بقى كده، هسيب الخضار يعني اقل من 5 دقايق كده واطفي على طول. طبعا اهم حاجه ان البصل يكون استوى، وانا عايزه القوطه تفضل محتفظه بشكلها كده والفلفل. هقلبها تقلبتين كده ونطفي. قلبت بقى القوطه كده يا حبيب قلبي، انا سبتها اقل من 5 دقايق. انا عايزاها تفضل محتفظه بشكلها الحلو بس في نفس الوقت تكون مستويه. هنطفي بقى النار كده، وهننزل بقى كده برش البقدونس بالشكل دوت. بس يا جمال يا جمال، هنروح بقى نفتح الكايزر ونروح. خلصنا بقى الغدا يا حبايب قلبي. شايفين قوام الطحينه لما قعدت في التلاجة كمان تقلت وبقت حلوه ازاي؟ يعني قوامها حلو قوي كده. عملتها معاكم بطريقه سهله وبسيطه وخفيفه وجميله قوي. ومعانا بقى الشاورما بتاعتنا الجباره حلوه قوي. هنخرج بقى اللي هي كده احنا مش محتاجينها خلاص بالشكل دوت. وكمان في حته اهيت احنا خدنا الطعم الحلو بتاعها، وكمان خدنا نسبه الدهون اللي فيها كده. هناخد بقى كده معانا بقى كده كايزر، هناخد بقى من الشاورما بتاعتنا الحلوه الجميله دي كده، وهنملي السندوتش بقى ايه اغراء بالشكل ده. وناخد بقى كده معلقه من الطحينه يا جمال يا جمال، وننزل بقى بالطحينه كده. يا ريتكم جنبي وشامين كمان الريحه وشايفين الجمال، شايفين جمال السندوتش كده. ناخد بقى ونرص كده في السرفيز. غدا سهل يا حباب قلبي وبسيط وما اخدش اي وقت خالص. وطريقه الشاورما دي حلوه قوي، طريقتها حلوه وجميله، وكمان التتبيله بتاعتنا روعه. ننزل بقى كده بمعلقه طحينه. خلص بقى كده السندوتشات كلها وارجع لكم. خلصنا بقى يا حبيب قلبي ألذ واجمل واحسن غدا. طبعا كلنا بنعشق الشاورما، ودي شاورما لحمه يعني مش اي كلام. طبعا طعمها حلو قوي، التتبيله روعه بجد، تستحق التجربه بجد. التتبيله حلوه قوي والطعم حكايه. وكمان السندوتشات حلوه قوي، شايفين السندوتشات بتتكلم بجد، السندوتشات بتتكلم. وشايفين قد ايه مخدوم السندوتش. حاجه البيت لا يعلى عليها يا حبيب قلبي في النظافه والطعم وكل حاجه. وكمان باقي معايا طبق شاورما كبير بسم الله ما شاء الله. وعملت كام سندوتش اهوت. وكمان كان عندي ترش كده خيار طلعته لهم. وسلطه الطحينه حلوه قوي وطريقتها سهله وبسيطه. كل اللي بتمناه من ربنا هو دعمكم ليا ومحبتكم ليا يا حبيب قلبي، دعمكم ليا باللايكات وبالاشتراكات الجديده. نكبر مع بعض ان شاء الله باذن الله. بشكر كل حبايب قلبي الجداد اللي شرفوا قناتي، حبايب قلبي واخواتي واصحابي. وبجد يا ريت يا ريت يا ريت ما تحرمنيش كده من كلامكم الحلو ولايكاتكم الجميله. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ رشا صبري. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي في فيديوهات كتير. باي.